السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سلسلة لو جالك مريض. دلوقتي حبيت أكلمكم على حاجة مهمة. ومريض دايما بيجي في الاستقبال أو بيجي للدكتور، واحد دايما بيجي يشتكي لك اللي عنده صداع مستمر، مش عارف يعمل له إيه، وخد مسكنات وبياخد علاج والصداع بيروح ويجي. طبعا الصداع ده ما ينفعش ناخد له مسكن بس، الصداع ده أكيد ليه سبب. السبب ده لازم نعرفه، ما ينفعش ناخد علاج كده وخلاص أو ناخد حباية مسكنة وخلاص. اول حاجه لازم نفكر فيها بالنسبه لسن المريض، هل المريض ده كبير مريض صغير؟ على حسب سنه. لو مريض كبير نشك برضه في الضغط، لازم نقيس له الضغط يوم واثنين وثلاثه، لو ضغطه مظبوط خلاص نركن موضوع الضغط ده خلاص على جنب. ممكن تاني حاجه نعمل له تحليل صوره دم، نشوف لو عنده انيميا، عنده اي مشكله، نسبه الهيموجلوبين قليله، بنعمل له تحليل صوره دم عادي. لو صوره الدم ده كويس خلاص نستثني الموضوع ده خالص. تالت حاجة نوديه يكشف عن دكتور عيون، يشوف نظره كويس، نظره وحش، نظره فيه مشكلة. رابع حاجة نخليه يكشف أنف وأذن. لو الحاجات دي كلها كويسة ومفيش مشكلة خالص، نسأله هو بينام كويس ما بينامش كويس. لو ما بينامش كويس يبقى احنا دلوقتي عندنا مشكلة في موضوع النوم. بعد كده برضو بنسأله برضو لو النوم كويس، هل هو اشتكى من حاجة قبل كده ولا لا، بالنسبة لدماغه، هل هو كان مخبوط في راسه قبل كده ولا لا. فبنبعته برضو دكتور مخ وأعصاب يطمئن عليه. ممكن المريض ده يكون عنده حاجة تانية، إمساك مزمن. الإمساك المزمن ده بيعمل لنا صداع مستمر، يبقى الصداع دوت عبارة عن عرض. العرض دوت ما ينفعش ناخد له حاجة مسكنة وخلاص، لأن المسكنات داخلنا في متاهات تانية. فلازم نعرف سبب الصداع إيه ونعالجه. وشكرا، ونشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله.